يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح السعادة عليكم يا حبايب قلبي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايلكم النهارده بفيديو جديد، يا رب يعجبكم وينور رضاكم. اولا كده انا قمت الصبح لقيت الزرع بتاعي كله ميت. والله زعلت عشانه جدا. لقيت العصافير اكلاه، اكله كل الورد. شايفين جي العصفورة واكلة كل الورد الاخضر اللي فيه. جي الاولانية جي كانت بتاعت فل، ويجي اللي انا بنضفها دي اسمها مسك الليل، والتانية اللي جنبها ياسمين. ولا لقيت فل ولا ورد ولا ياسمين. والزغنططة دي اللي في الاخر دي ورد. تمام. انا قمت النوم كده لقيت الزرع بتاعي كله دبلان، وكله لونه اصفر كده وناشف، وكله يعني ميت. حتى الورد اللي كان فيه مش موجود، يعني ما عادش موجود. والشجرة اللي انا بنضفها دي اسمها مسك الليل. كانت بتطلع لي ريحة جميلة جدا جدا جدا. كان بيجي عليها المغرب تروح من عاملة ريحة جميلة. الصبح ما بتعملش ريحة، بس بعد المغرب كانت بتعمل ريحة جميلة، وكانوا ريحتهم تحفة. كانت الاولانية دي والاخيرة بيطلعوا فل وياسمين لونهم ابيض. ودي اسمها مسك الليل. وفي واحدة صغنونة بقى الاخيرة هوريها لكم. دي بتطلع ورد كده لونه روز. فجأة كده لقيتهم كلهم، معرفش ايه اللي جرالهم، لقيتهم كلهم كده ماتوا يا عيني، وما عادوش بيطلعوا. بدأت هي تطلع بذور ورد. ودي برضو كانت بتطلع ورد احمر كده لونه روز. لقيتهم برضو دبلوا كده وما بقوش يطلعوا حاجة. فقلت كده قبل ما اعمل اي حاجة وقبل ما اصلي، كنت هقوم طبعا اصلي الظهر. قلت قبل ما اصلي الظهر كده لا، انا لازم اسقيهم واشيل منهم الورق الدبلان اللي هو الورق الاصفر ده. شلت بقى منه كل الورق الاصفر، وشلت كمان اللي كان موجود في قلب التربة. وقلت اسقيه كده مية واخليه يرعرع لغاية لما اشوف ليه بيعمل كده، يعني ليه عمل كده. اولا الشجرة دي ما عادتش بتطلع ريحة، والتانيين دولت كانوا بيطلعوا ورد، ما عادوش بيطلعوا ورد. فانا مش عارفة يعني ليه عملوا كده، مش عارفة. زعلانة جدا علشانهم، بس قدر الله ما شاء فعل. قدر الله ما شاء فعل. قلت بقى كده ارعراهم بشوية مية كده من فوق الوش، وشربتهم. طبعا انا بعد ما عملت الزرع فطرت وصليت الظهر، وعملنا سندوتشين جبنة كده انا والبت سندس، وشربنا نسكافيه بلاك باللبن. وبعد كده اشوف ايه اللي ورانا بقى. خلاص بقى انا خلصت الزرع وصليت الظهر، وقعدنا فطرنا انا وسندس. وفتحت لايف، وهوب النور راح. النور قطع الساعة 5. فقلت عمل ما النور ما يجي انا هنزل اجيب اكل. هنعمل اكل ايه النهارده؟ هقولكوا خليكم معايا ونشوفوا هنعمل ايه النهارده. اول حاجه كده نصلي ونبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فهنا كان فاضل نص ساعه على المغرب. انا بحب اولع كده بخور، واحب اولع القران وانا بعمل اي حاجه. طبعا النور لما بيقطع ما بيبقاش عندي ميه. اللي هيقول لي ايه المواعين دي كلها، هقول له هو مش مواعين كتير ولا حاجه، هي بس ما كانش في الكام طبق اللي في الحوض دول، وحله تانية كده كان مطرحها فاصوليا كانت محطوطه في التلاجة، كنت ناسيها فطلعتها رميتها في الزباله. وأعزكم الله يعني. وقلت بغسل المواعين دي عشان اعمل الاكل على رواق. انا مبعرفش اعمل الاكل الا وانا غاسله المواعين. اول حاجه كده اول ما النور ما جه، رحت قلت لا، انا هطلع كده اولع الراديو اشغله على القران الكريم. احب قوي 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 وانا بعمل الاكل وانا بعمل اي حاجه، اشغل القران كده واقعد اسمع القران وانا بغسل المواعين. وكمان انا بعمل ايه، انا بقسمه الاذكار بتاعتي مع الاطباق. ازاي يا هند؟ طب حرام؟ هقول لكم لا مش حرام. يعني انا الكوبايات مثلا وانا بغسل الكوبايات اقعد اقول سبحان الله، وانا بغسل الاطباق اقول استغفر الله العظيم كده، وانا بغسل المعالق والشوك اقعد اقول لا اله الا الله، وانا بغسل الحلل ولا حاجه أقول صلوا على النبي.
فكل حاجة عاملة لها ذكر معين. وانا بقى واقفة كده بغسل المواعين، طبعا زي ما انا قلت لكم مولعة الراديو وعلى القرآن الكريم، وولعت عود بخور. انا بحب قبل المغرب بنص ساعة كده اولع عود بخور. ف قلت يجيني طاقة ايجابية حلوة يعني كده. معلش بقى على صوتي يا جماعة، انا عارفة ان انا صوتي مش احسن حاجة، بس انا عندي برد بقى، سامحوني يعني. ما هي زادت البلطينة، مش كفاية اللي انا فيه، لا كمان برد. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. قلت بقى اغسل المواعين وانا واقفه كده بعمل اكل. هتعملي اكل ايه يا هند؟ هتعملي اكل ايه يا هند؟ هقولك صلي على النبي يا اختي، حطي اللايك وانا اقولك تعالي هنعمل اكل ايه. الحله دي كانت فيها فاصوليا خضراء، كنت عاملاها لما حمو كان هنا طبعا. انا نسيتها في التلاجة، كان فيها فاصوليا خضراء ونسيتها في التلاجة. فجيت كده قلت ايه، هروق التلاجة، لقيتها قلت اطلعها بقى خلاص، ارميها بقى لها كتير قوي عندي. غسلتها رميتها وغسلتها بقى الحله. وقلت بقى ايه هعمل اكل. هتعملي اكل ايه هند؟ السلطه دي ايه؟ هقولكوا السلطه دي ايه. اول حاجه كده قعدت اقول لسندس هنعمل اكل ايه، هنعمل اكل ايه يا سندس. طبعا انا بعمل اكل صحي اليومين دول، فهنعمل اكل ايه؟ قالت لي ايه يا ماما، انا نفسي اكل فاصوليا بيضه. فقلت لها خلاص تمام. نزلت بقى كده جبت طماطم وجبت خضرة سلطة. بجد ربنا يرحمنا يعني، الوحدتين شايفينهم دول ب3 جنيه ونص. واحدة جرجير وواحدتين بقدونس وشكرا على كده. المهم ايه، قلت حرام هعملها كلها، مش هعمل الخضرة كلها عشان مش تترمى يعني. ف... فانا عملت واحدة 2 الجرجير وواحدة بقدونس، ومعملتش البقدونس التانية. نقعتهم بقى كده في قلب المية، الجرجير والبقدونس والطماطم نقعتهم في قلب المية. وكنت حاطة الفاصوليا على النار. انا رحت اشتريت خضرة سلطة وطماطم وجبت ربع فاصوليا بيضة. ربع الفاصوليا البيضة ب17 جنيه، بجد ربنا يرحمنا برحمته. حطيتها بقى كده تتسلق على النار. تمام، انا كنت سايباها والنور قاطع بتتنقع، ولما النور جه حطيتها تتسلق. هنا بقى هعمل الرز. انا هعمل الرز بطريقة صحية. هعمله ازاي؟ انا مرضتش احمر له شعرية، قلت عشان خاطر يبقى بطريقة صحية اكتر يعني. فعملتيه ازاي هند؟ بصوا، انا هعمل كوباية رز واحدة، كوباية واحدة. عايزه اقول لكم والله كوبايه الرز الواحده دي احنا اكلناها واترمت كمان، يعني فضل منها واترمى. فانا هعملها من غير دهون خالص خالص، يعني يعتبر رز مسلوق. حطيت كوبايه ميه على النار. طبعا انا هعمل كوبايه رز، يعني حطيت كوبايه وربع ميه او كوبايه ونص ميه. حطيتها في الحله وحطيت عليها حبه ملح هيمالايا صغيرين جدا. واول ما الميه ما غليت سقطت الرز. ولما سقطت الرز الرز ياخد له غلوه، اروح مغطيه عليه. تمام تمام. الناحيه التانية بقى كانت الفاصوليا البيضه بتتسلق. قلت عمل ما تتسلق بقى اضرب الطماطم. انا على فكره ما عملتش برضو الطماطم كلها، يعني انا ايه، اخدت منها كام واحده طريين كده بتاع نص كيلو، وضربتهم في الخلاط وركنتهم على جنب. وجبت بصلتين كبار، بس هي كان في بصلايه توأم كده 2 في بعض، وبصلايه تانية صغننه. جبتهم بقى قشرتهم وبشرتهم كده بالمبشره، لان انا مش عايزه احمر للفاصوليا، انا عايزه اعملها كلها ني في ني. وكمان انا عندي بنتي لما بتلاقي بصل في الاكل ما بتاكلهوش، ولا هي ولا ابوها. ف بحب ابشر طبعا هنا البصل كان عامل عمايله طبعا، وكان مخليني ادمع. قلبت الرز. طبعا هنا الرز ميه الرز فورت، يعني اللي هيقول لي الحله مش نضيفه من بره على الله حد يقول لي الحله مش نضيفه، دي الميه بتاعت الرز فارت، ميه الرز ايه فارت. فوطيت عليه بقى كده، انا نسيت على الرز فالميه بتاعته فارت، فوطيت عليه وسبته و... وبشرت بقى البصلايه برضو وركنتها على جنب. وقلت بقى ايه اعمل السلطه. تمام. ف انا عندي هنا سندس ما بتحبش تاكل السلطه، فقالت لي يا ماما مش انت هتعملي سلطه؟ قلت لها اه. قالت لي خلاص ما تعمليش سلطه متقطعه على بعض. امال عايزه ايه يا سندس؟ قالت لي لا خلي كل حاجه لوحدها. قلت لها حاضر. فخليت لها بقى كده ايه،
الجرجير لوحده، هي طبعا مش هتاكل بقدونس، مرضتش تاكل بقدونس، فخليت لها كده كام عود جرجير لوحده. قطعت لها طماطمايه صغننه، وقطعت لها خيارايه. انا طبعا ما حطيتش في السلطه بتاعتي خيار، استكفيت بالجرجير والبقدونس والطماطم. فهي بتوعها كده عملتهم لها صحيحيين، كل حاجه لوحدها. وانا هعمل ليه انا هنا طبق سلطه. طبعا انا هنا قطعت السلطه وقطعت عليها طماطمايه واحده بس، انما سندس حطيت لها كل حاجه لوحدها زي ما انتوا شايفين كده. تمام. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي. انا عارفه ان انتوا وصلتوا لحد هنا ونسيتوا تحطوا اللايك، فصلوا على النبي لو سمحتوا في الكومنتات، صلوا على النبي اهم من اي حاجه، وحطوا اللايك. خلاص بقى انا هنا خلاص قطعت السلطه، وكان الرز هنا خلاص كان استوى زي ما انتوا شايفين كده. خلاص بقى الرز استوى، هطفي عليه. تمام. وهعمل بقى ايه الناحية التانية، هعمل الفاصوليا. هنا كانت الفاصوليا كانت خلاص استوت، وكانت زي ما انتوا شايفين كده. انا بحب اسويها جدا جدا جدا، مش بحب اخليها ناشفة. خلاص استوت بقى هصفيها. تمام. واول ما استوت قلت بقى هحطها في المصفى كده واصفيها. انا مش هشطفها، يعني انتي اول ما تنزلي بيها كده من السوا مش هشطفها، هنزل بس المية بتاعتها وخلاص على كده. تمام. في نفس الحلة اللي انت سلقتي فيها الفاصوليا، في نفس الحلة اللي انت سلقتي فيها الفاصوليا، هنعمل ايه؟ هنزل بالطماطم اللي ضربتها في الخلاط، كله ني في ني زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بالطماطم اللي انا ضربتها في الخلاط، وهحط عليها البصلايه اللي انا بشرها، بصلتين يعني زي ما انتوا حابين كده زي ما انتوا شايفين. ماشي. يبقى انا نزلت بالطماطم في الحله المعصوره، ونزلت بالبصله المبشوره. هنحط ايه تاني بقى يا هند؟ هحط حبه ملح هيمالايا. الملح ده حلو يعني، ولا بيحدق ولا بيعمل اي حاجه يعني، هو مش عارفه اسمه ملح ليه، بس هو حطيت حبه ملح هيمالايا حبه صغيرين، وحطيت حبه فلفل اسود صغيرين، وهحط معلقه زيت زيتون. ده زيت الزيتون اللي انا بستخدمه في الاكل، اسمه زيت زيتون بكر على البارد. تمام. هحط كده معلقه صغيره جدا زي ما انتوا شايفين كده، معلقه صغيره زيت زيتون حطيتها عليهم وشكرا. وهي دي الاكله بتاعتي. وهنزل بقى عليها بالفاصوليا البيضاء، كله ني في ني يعني. ضربت الطماطم نزلت بيها في الحله، والبصلايه بشرتها ونزلت بيها في الحله، حبه ملح صغيرين هيمالايا، حبه فلفل اسود صغيرين، معلقه صغيره زيت زيتون، ونزلت بالفاصوليا وقلبتها تقلبتين وشكرا. وهي دي خلاص هسيبها بقى لغايه لما تتسبك وشكرا. هنا بقول لكم بقى بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها تحفه. هسيبها بقى لغايه لما تستوي مع نفسها، وهغرف بقى الرز. عايزه اقول لكم معلش سامحوني على شكل المنظر بتاع البيت. طبعا احنا بننفض وشايله الشقه كلها على الارض، فسامحوني بقى. كل سنه وانتم طيبين، داخل علينا العيد وبننفض. هنا بقى انا قلت ايه، العين بتاكل قبل الفم يا جماعة، العين بتاكل قبل الفم. فانا لازم كده ازين ايه الاكل بتاعي. مش كفاية يبقى الاكل مفهوش ادام ومفهوش ملح، يبقى كمان شكله مش عاطفي يعني. لا، قلت اخلي الاكل كده شكله حلو عشان يتاكل. فجبت كده طبق قلب كده صغير عندي، وعملته كده بالشكل الحلو ده. عملت طبقين، انا واحد وروان واحد زي ما انتوا شايفين كده، ورشيت عليه كده حبة فلفل اسود صغنطاطين كده عشان يبقى شكله حلو يعني. وده كان شكله في النهاية. ما هو مش هيبقى ما فيهوش ادام، وكمان ما فيه شكله مش لطيف يعني. عملت بقى طبقين الرز دول كده، وقلت روان تعالي يا بنت يا روان بقى اوريهم الفاصوليا اللي انا عاملاها خطيرة دي. بصوا شايفين عاملة ازاي، تحفة. ريحتها كانت قلب البيت كله، وطعمها جميل جدا جدا جدا، وخفيفة وما فيهاش دهون وما فيهاش اي حاجة. وطبعا الفاصوليا البيضة دي يا جماعة دي من البروتينات، يعني ما تتحسبش نشويات. فانا حطيت بقى كده في سلطشين صغنططة كده، في سلطشين ازاز صغيرة على قد برضو الوجبة. كل ما تحطش في اطباق صغيرة كل ما تحسي بالشبع اكتر. يعني انا متعودة كده دايما كل ما احط في اطباق صغيرة احس بالشبع اكتر. حطيت برضو طبقين كده صغيرين. وده بقى كان الشكل النهائي للغدا بتاعنا، الفاصوليا القمر والرز والسلطة و... وده كان الروتين بتاع النهاردة.
وكان اكلنا النهارده وغدانا النهارده. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا، لو عجبكم الفيديو، يا ريت ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت واشتركوا في القناه، واللي لسه جديد في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس على الكل عشان يوصل له كل جديد. متنسوش تصلوا على النبي وتحطوا اللايك وتدعولي ربنا يشفيني ويعفي عني.